تفتكر إن الأشباح مجرد خيال. لو قلبك جامد كمل وشوف اللي حصل في جلسة طرد الأشباح. تخيل لو فجأة صوت أختك يتحول لصوت راجل عجوز، وجسمها يتلوى قدام عينيك، والظلال حوالين البيت بتتحرك لوحدها. كنت بلعب مع ابن جارنا وفجأة سمعنا صريخ أخته الكبيرة. جرينا بسرعة لقيناها بتتلوى من الألم، والشيخ قاعد بيقرأ قرآن بصوت عالي. فجأة صوتها اتغير، بقى صوت راجل عجوز، وبدأت تصرخ بطريقة مش طبيعية. وقفت على رجل واحدة ومالت لورا لحد ما راسها لمست الأرض. حسيت فجأة إن في برد غريب بيملى الأوضة، وبدأت أشوف ظلال سودة بتتحرك حوالينا. الأشباح كانت بتقرب. الشيخ حاول يسيطر عليها، بس كل ما يقرب البنت كانت بتصرخ أكتر، وكأن في قوة خفية بتبعده. فجأة وقعت على الأرض وسكتت تماماً. بعد شوية صحيت البنت وما كانتش فاكرة أي حاجة، بس لحد النهاردة كل ما افتكر اللي حصل جسمي بيقشعر. تفتكروا إيه اللي حصل فعلاً؟ اكتبوا توقعاتكم في الكومنتات. لو الفيديو ده خلاك تحس بالرعب ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. دعمكم هو اللي بيخلي القصص تكمل، ومستنيين تعليقاتكم المرعبة تحت.